السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كلشي على خير وبخير الحمد لله. كي دايرين مع هاد البرد؟ كي دايرين مع هاد الشتا؟ الحمد لله. شفتوا في البدايه ديال الفيديو درت لكم واحد المقتطفات من التبروري اللي كان قبيله في الدار البيضاء. الحمد لله، واحد 5 دقائق ديال التبروري. ما نقول لكمش واحد المنيظر واعر بحال افران، بحال داكشي ديال افران. الثلج ما شاء الله، واحد البياض زوين بزاف. كي دايرين مع هاد البرد؟ كي دايرين مع الخير اللي عطانا سيدي ربي؟ الحمد لله. الحاجه اللي جات فوق راه ما تلامش. باش نكونوا واضحين، الله يجعلها فالخير علينا وعلى الفلاحه وعلى كاع المسلمين ان شاء الله. واللي مات الله يرحمه، واللي ضاعوا ليه حويجات وداكشي الله يعوضو خير. هادشي اللي غنقولوا، الله يعوضو خير. المهم اليوم نهار جديد وفيديو جديد غنشارك معكم اليوم العشيوه ديالي. ملي كنقولوا الشتا والبرد كنقولوا البقوله ولا الخبيزه، كل واحد اش كيسميها. كاين اللي كيقول الرفيسه، كيقول الكسكسو، ولكن انا كنبغيها غير ساهله، خاصني غير البقوله. المهم غنوريكم الطريقه ديالي البسيطه في التحضير ديالها. اليوم خديت تقريبا واحد 3 ديال الربطات. دابا ملي كتكون الشتا كتكون موجوده الحمد لله. اول حاجه كنديرها، كنحل هذاك الربيطه ديالها وكنفرتكها، وكنبقى نحيد غير هذوك العريشات اللي رطبين. كاين هذاك العويد اللي كنحيدو انا، كاين اللي ما كيحيدوش. المهم ليكم كامل الاختيار، غير باش انها تكون سهله في الطياب وطيب لكم بالزربه. نحيدو هذاك العريش التحتاني ونحتفظوا غير بالوريقات وبداك العويد الرقيق. هادشي اللي كاين. كتاخدوها كامله. واهم حاجه في الخبيزه انها تغسل مزيان، حتى الا مشيتو حتى ما غسلتوهاش مزيان غادي تطيبوها وغتبقى تغزز ليكم. يعني هذيك الرمله كتكون في الوريقات، كتكون فيها بزاف، فلهذا ضروري تغسل. غسلوها 3 ولا 4 المرات مزيان وصفيوها، وعاودوا غسلوها وصفيوها. بالنسبه لي انا كنغسلها غير بالخل. كاين اللي كيدير فيها قطيره ديال جافيل، كاين اللي كيدير فيها مليحه، كاين اللي كيغسلها غير بالماء. المهم ليكم كامل الاختيار كيف ما بغيتو تغسلوها، غير المهم انها تغسل وتستقطر وتعاود تغسل وتستقطر. اهم مرحله هي الغسيل ديالها. غنخليكم مع الطريقه ديالي. شوفوا هانتوما، شوفوا التراب راه تبارك الله فيها شويه ديال التراب، يعني ماشي نقيه بزاف. وغنعاودوا عاوتاني نغسلها ونخليها تستقطر على خاطرها ونقطعها. بالنسبه للطريقه ديال التقطاع راه عطا الله الطرق. دابا كاينين ان دو 3، كاين لي هاشوار، كاين شله ما يدار باش تقطع بالزربه وما تشدش ليكم اليد. ولاني الطريقه الاصيليه هي القراده والموس، هي اللي غادي نشارك معكم انا، وهي اللي كتعجبني صراحه. راه عندي كاع لي ماشين، ولكن كتعجبني هاد الطريقه ديال نحط هكذا، نعزل وحيده مع وحيده ونقطعهم. غادي نقطع الكميه كامله ونديرها تفور في الكسكاس، ونرجع معكم ان شاء الله من بعد باش نوريكم واحد الشرموله كتجي بها روعه. كونوا اكيدين والله العظيم ما كاينش اللي كياكل عندي وما كيقولش ليا كتجيك بنينه واعره. كتجي طريقه بسيطه سهله مهله. بقاو معايا باش تشوفوها. هانتوما هي هذه الخبيزه ديالي. راني فورتها تقريبا واحد نص ساعه تل 40 دقيقه. فارت مزيان باش تعرفوها فارت.
كتمعكوا عليها بيديكم صافي. هذاك الرويس كيكون بحال الزبده يعني طري بزاف. كاين اللي كيبغي يسلقها، ملي كتسلقوها كيمشيو الفوائد كاملين في الماء، فاللهم تفور. بالنسبه للمكونات اللي غنحتاجو الحامض مصير، الهريسه، واحد نص كاس ديال زيت الزيتون، الكمون، تحميره مليحه، والزيتون، زيتون حمر كيكون حسن. صافي غناخد المقيله ديالي. اول حاجه غندير فيها الزيت. المهم هنا بالنسبه للناس اللي كيبغي مثلا يقطع المصير ويدير الحامض ويدير العطريه ويشحرهم مزيان. بالنسبه للثومه راني ما حطيتهاش في المقادير، راني نسيتها، اما الثومه مهمه بزاف، ضروري دار. اش كنت كنقول لكم، ديروا الزيت كما قلت لكم، ديروا الزيت وديروا العناصر ديالكم كامله وتشحروها، ديوها وجيبوها مزيان حتى تشحر هذيك الثومه مزيان. وكاين اللي كيدير العكس، يعني كاين اللي كيدير الزيت ويدير فيه هذيك البقوله ديالو ويحك عليها الثومه والحامض مصير والهريسه. هي كتبغي الهريسه بزاف، الهريسه ديروا شويه هكذا بالزيت باش كتجي بنينه، لان هي اللي كتصرحها وكتجيها زوينه. بالنسبه للعطريه كما قلت لكم، غير الكمون، تحميره ومليحه. المليحه ما تقويوش، غير طريقه بين صباكم. الا بغيتو كاع ما ديروهاش لان الحامض كيكون مالح، فداكشي علاش ردوا البال من الملح. وهادشي اللي كاين. صافي دابا تقريبا واحد 10 ديال الدقائق على عافيه مهيله، راني نقصت على عافيه مهيله. كنبقى نديها ونجيبها حتى تطيب على خاطرها. ما تخافوش من الزيت، تقولوا لي قويتي الزيت، ما تخافوش منه لانها كتشربو كامل وكتجي بنينه. صافي ملي تبغيو تحطوها ديك الساعه زوقوها بزويتينات. كاين اللي كيبغي يدير الزيت البلديه من الفوق، ليكم كامل الاختيار. هي هذه الطريقه ديالي بسيطه في التحضير ديال البقوله ولا الخبيزه. كنتمنى تعجبكم. ولا عجبتكم خليوا لي لايك وخليوا لي كلمه طيبه. كنتمنى الفيديو ديالي ما يعجبكم، ونتلاقاو في فيديو قادم. خليت لكم الراحه والسلام عليكم.